جمهورية العياط لازم تحضر. تعالى يا صديقي، انت في حاجات كتيرة قوي ما تعرفهاش عن دولتك، فانا بدوري فرد من دولة العياط بقول لك ان احنا عندنا هرمين موجودين في العياط. ايوه يا عم، زي ما سمعت. مش اهرامات الجيزة. اركن اهرامات الجيزة دي شوية واقول لك على اهرامات العياط اللي موجودة فين، ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس يا صديقي، قبل ما نبدأ الفيديو ده، انا بقول عاش لكل ذكر من العياط، من عتاولة العياط. الفيديو اللي فات وصل ل70,000. في الفيديو ده لازم نوصل على الأقل 100,000 علشان نعرفهم إن دولة العياط يضرب لها تعظيم سلام. أنت عارف إن العياط فيها أهرامات لملوك حكموا مصر في عصرها الذهبي؟ شفت بقى يا عم، ومحدش يعرف عنهم حاجة. أهلا بيك في العاصمة المفقودة، أهلا بيك في دولة العياط. وهنا في الليست التابعة لجمهورية العياط، المكان اللي كان في يوم من الأيام اسمه إيسيد تاو، عاصمة مصر اللي العالم كله كان بيعمل لها ألف حساب. وهنا أول هرم لملك اسمه أمين محاتي الأول، يا رب يكون نطقتها صح عشان بقالي كتير أوي بقولها. قرر يسيب كل المدن ويجي يبني هرمه هنا في العياط. استخدم في أحجار من اللي موجودة في أهرامات الجيزة وسقارة. وبمناسبة سقارة بقول لي عاش لكل إخواتنا في البدريشين، وبالأخص الكومنت اللي هيظهر قدامكم ده. فيا صديقي أو يا صديقتي، الفيديو الجاي بعون الله من أجل عيونكم هيكون للبدريشين، لأن النبي وصى على سبع جار علشان يثبت إن هنا في العياط العظمة كلها. وبقى على بعد مطرات هتلاقي هرم تاني للملك سنورست الأول. الأهرامات دي مش مجرد كوم حجارة، دي تحفة هندسية متغطية بالجير الأبيض الفاخر، لأن العياط ساعتها كانت هي المخزن الوحيد لأسرار الدولة الوسطى. وكنوز الملوك دي لحد الآن لسه محدش لمسهم، وكأن العياط قررت تحمي ملوكها بطريقتها الخاصة وتمنع أي حد يوصل لأسرارها. عشان كده بقول لك ارفع راسك إنك من جمهورية العياط. العياط دي مش بلد بيتعدوا عليها بالقطر وخلاص، العياط هي التاريخ اللي اتنسى والكنز اللي لسه مستنى حد يكشفه. لو انت من العياط فارفع راسك، لأن بلدك في يوم من الأيام كانت عاصمة العالم.